البداية برحب بكل الحضور اللي جم أمسية الثقافية أو أمسية قناة صوتنا لذوي الإعاقة، وبنرحب بكل أهالي الأوقاف وكل أهالي المحلة اللي جم يدعمهم أو يشاركوا معانا في ليلتنا الثقافية في الليلة الأولى لقناة صوتنا لذوي الإعاقة. وقناة صوتنا هي نتاج فكرة أستاذي أو أبويا الصغير رامز عباس، اللي فكرت أنا وهو في القناة دي إزاي نحاول نغير فكرة المعاقين في المجتمع، وإزاي ندمجهم جوه المجتمع، وإزاي ندافع عن حقوقهم، وإزاي نقول لكل اللي قاعدين المسؤولين الموجودين في البلد إن لنا حقوق وإحنا عايزين حقنا. إحنا ما بنطالبش بحاجة مش حقنا، وإحنا إن شاء الله في قناة صوتنا بندافع عن الحق ده، وبنوصل كل صوت معاق او كل واحد مش قادر يوصل صوته للمسؤولين او للمجتمع. بنحاول نغير نظرة المجتمع بالنسبة للمعاقين. المعاقين مش عالة على المجتمع، المعاقين نسيج من المجتمع. المعاقين هم اخواتنا، هو ابوك، هو امك، هو اخوك، هو انت ممكن تكون معاق، فلازم ما تبصش لاخوك المعاق نظرة دونية او نظرة تقلل منه. المعاق هو ممكن يكون متفوق، ممكن يكون فائق عن اللي بيقولوا عليهم اسوياء. وبنرحب بكم، بنقول لكم في الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ايام المباركه شهر رمضان. نحن في العشره الاخيره وهذا قد يكون يوم ليله القدر، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين مقدما بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك. ونشكر لكم حضوركم في امسيتنا الاولى، امسيه الشعائر الشامله لقناه صوتنا. وبالبدايه وبنقول سياده اللواء هيرحب بالقناه وبيرحب بكل الحضور اللي جم يدعموا قناه صوتنا بتواجدهم، وانهم يقولوا احنا مع قناه صوتنا ومع كل المعاقين. المعاقين مش لوحدهم. فالكلمه الان مع سياده اللواء محمد احمد المداح، فليتفضل بكلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. في البداية بنشكر قناة صوتنا على المجهود اللي بتعمله للمعاقين، ونتمنى ان اللقاء ده يتكرر مرات ومرات. القعدة كلها حب وكلها إخلاص وكلها تفاني في ان الموضوع ينجح، لان دول زي ما قال الاستاذ يوسف هم اخواتنا وهم اصدقائنا وهم حبايبنا ومعرضين في اي لحظه. لكن انا بس ليا كلمه صغيره. المعاقين كلهم فيهم متميزين، وابسط مثال قدامنا الدكتور طه حسين كانوا متميزين، ومعانا مثلا الاستاذ عبد الرحمن مثال للنجاح والتفوق، ربنا يوفقه استمرار. قبل ما نسترسل في الكلام انا بشكر ضيوفنا من القاهره، الشاعره الكبيره شريفه السيد، ومن المحله الشاعر الكبير الشاعره الكبيره الاستاذه نجوى سالم، والكاتب والناقد الاستاذ سعيد عبد الرازق، الفنان التشكيلي والشاعر الاستاذ حسين راجل، الشاعر والصحفي الاستاذ ربيع زمن. كل سنه وانتم طيبين، سعداء بكم مع الصوت الملكي واخونا عبد الرحمن وتلاوه الحكيم.